هلا، وشلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية. اليوم روتين كلش حلو ان شاء الله راح يعجبكم. اليوم اني وين جاية ببيت اختي خطار. اني اصلا كنت وين ببيت اهلي، فاختي قالت ما طول جاية ببيت اهلي ليش ما تجيني يمنا تتونسين. فعاد قلت لها ماشي. عاد جيت اني وامي اختي جينا يمها، فراح انزلكم يوم روتين كامل، يوم كامل شنو اللي سوينا بيه. ان شاء الله يعجبكم. اذا عجبكم خلوا لي لايك، اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس. اول ما بلشنا هو الريوق، بدينا نحضر ريوق. هنتو هميا صايرين ريوق مالتكم متأخر كلش هذا صاير شي ما حلو. تدرون طلعة واحد يطلع، من يطلع يظل يسهر ويسولف، فصير الريوق كلش متأخر. والغدا تدرون دا يصير الساعة تقريبا احنا والسبعة المغرب، والعشاء دا يصير هو والوحدة او 12 بالليل. همين ضايجين من هذا الشي، ولازم واحد بعدين يعلم نفسه لان جتنا المدارس، لازم نعود روحنا نقعد من وقت. فبعد ما ندري شلون راح نعلم روحنا، ما ندري. هنا بدينا مثل ما قلت لكم نحضر الريوق. هنا لزق القمر، اطلع ما يطلع، عاد طلع. المهم انتو شنو سويتوا ما سويتوا؟ هم طلعتوا بهاي العطلة. انا اول طلعة الي رحت لاهلي، والطلعة الثانية جيت ببيت اختي. وحياة ملل وضوجة، لازم واحد شوية يرفه عن نفسه يطلع. هنا خلينا الريوق بالسفرة وقعدنا نتريق مثل ما شفتوا. طماطة قمر خلينا عليها دبس. وهنا كملنا الريوق. قلت لها خلي اغسل لك الماعين، يعني هي هم خطية وحدها. غسلنا الماعين مال الريوق. هذا السنك توهم نفس الشي. الحوض مات أنا أفضل يكون ستيل أحسن من الفرفور، لأن يكسر حس القزاز اللي ما يعرف له. يعني لازم تعامله بشي كلش رقيق. فأنا أفضل يعني منا ومنا جناحين أوكي عادي يكون جرانيت أو مرمر، ما أعرف يعني الاسم، بس الحوض لازم يكون ستيل. أنا أفضل أحسن وهواي. هنا هاي أول وجبة هي معين الريوق، أول وجبة غسلنا. همين انتم تطلعون خواتكم أكثر شي. أنا ما بات بأي بيت، لو بيت أهلي لو بيت خواتي فقط، يعني ما أروح غير مكان. هم تقومون تساعدوهم لو شون. أنا هنا يعني ما قبلت، قالت لا عوفين، قلت لا خلي همين ضجت من القعدة. هنا كملنا، وهنا بدينا فقرة الغداء. خطية هي هنا محضرة دجاجات معا، جتي تبلتهم وخلتهم، يعني التتبيلة يمكن ساعة. وهنا أنا جابت الصينية مال الفرن وخلت عليها ورق الزبدة وخلتهم. احنا بالعادة اني يعني اتبل الدجاج قبل يوم اخليه، فهي التتبيلة مالتها هم كانت كلش طيبة ومقرمشة، وتقريبا ساعتين او ساعة الدجاجة انشوت. هنا من التتبيلة البقت نقعت بيها شرائح البوتيتا وبصل همين، وحتخليهم فد لحد ما اشوف الدجاجة يعني ايش قرت، يلا تجي تحط البوتيتا والبصل. هنا خلتها بالفرن. وهنا كملنا الغداء وحضرت هي. هنا صبت الغداء، وشوفوا الدجاج لونه كلش حلو اشقر يعني، والطعم كلش طيب. اذا ردتوا الطريق انطوني
بالتعليق وانزلكم اياها ان شاء الله بالوصف. وهنا التمن كان كلش طعمه طيب، فسألتها التمن يعني حتى ما بي طعم معجون، شلون هاي الطريقة؟ قالت مرة من المرات طبيت المطعم فعجبني التمن مالتهم، فرايحة سائلته قالت له عافية بدون زحمة أريد تعلمني طريقة التمن، فقال لها عادي ما بيها شي، فعلم لها الطريقة والطعم كلش طيب. مال التمن أنا ما لحقت أصور، جيت داريد أصور لقيتها مكملته وصابة. هنا بدينا ننقل السفرة مالتنا، وهنا إن شاء الله عجبكم الترتيب. قلت أصور اليوم فيديو كامل وياكم. وهنا بدينا ناكل، نقول بسم الله، وعاشت ايدها وهي خطية ما قصرت. اذا يعجبكم هيك فيديوهات انطوني خبر او رسالة وانزلكم هيك روتين كامل. هنا رادوا بيبسي فصبينا بيبسي، وهنا ابد ما يشتهون مثل ما قلت لكم. لا والله زاد من الاكل، اللي توسخ ذبيناه واللي بقى خليناه بجدر وضمته على جهة. فهنا صارت الساعة 11، قالت قومي خلي نسوي انا وياك قريب. فبدينا هنا نحضر المواد. هنا اختارينا المواد كوبين طحين، بيضتين، 4 خواشيق شكر، كوبين حليب وفانيلا ورشة ملح، كلش بسيطة. وهسه اشوفكم الطريقة كاملة. هنا لحقت عالطريقة، قلت عم انزلها لكم وتستفادون منها، تقدرون تسويها، والطريقة كلش خفيفة وطيبة نفس الوقت. اذا حبيتوا تسووها فهاي مقاديرها، وكل سهلة ونفس الوقت ما تاخذ وقت هواية. هنا تريدون مضرب خلاط، يعني شلون خلاط مال العصير، لو مضرب اليدوي تشتغلون بيه بكيفكم. هنا خلينا البيضتين، وخلينا خاشوقتين مال اكل زيت، وراح ادير نص المواد مو المواد كلها، وبعدين نضيف المواد الاخرى. هسه هنا خلينا بيضتين ورشة الملح، وخلينا هنا الفانيلا والزيت. ورا ما ينخلط يصير لونه ابيض، نجي ندير الحليب وهم نخلط حد ما يتجانس. وهنا درنا الشكر، وهنا رشة الملح انا قلت درناها، فهي هسه يلا درناها عادي ماكو اشكال. وراح ندير الطحين الكمية اللي قلت لكم عليها، كوبين من الطحين، ناخذها ونخلطها بالخلاط، مو كلها نديرها سوا، نسويها مراحل مثل ما تشوفون انتو. هسه هنا درنا الكمية كلها بدها تنخلط، خليناها. راح احطها هنا ترتاح لمدة ربع ساعة، يلا اشتغل بيها. وهاي الصينية او الطاوة خاصة بالقريب. اذا انتو عندكم طاوة عادي هاي اللي نقلب بيها الاعتيادية وما تلزق، تقدرون تسوون بيها مو الا نفس هاي. انا ببيتي ما عندي نفس هاي الطاوة، ليش اكذب عليكم، اسويها بالطاوة العادية اللي نقلب بيها. فهنا اختي بدت تخلي وتفرش العجينة. تقدرون انتو تفروها مو الا بالخاشوقة همين، شلون ما هسه هي سوتها. وهنا بديت اني اقطع الموز، اسويه على شكل حلقات. الكمية انتو اللي سويتوها على قد العجينة تقدرون، يعني شقد يكفي. هنا اني كفاني هالقد. وراها اجيب هنا اجيب النوتيلا واحطه بطاسة، ولازم النوتيلا تتخفف بزيت. الزيت يعني تقريبا اني هنا خليت
4 خواشيق لأن هواي سويت نوتيلا وخففتها، والخفية مالتها انتو تشوفوها لازم ما تصير حيل خفيفة، لا هي خفيفة ولا هي ثخينة. هنا حضرناها راح نبدي نلفها. سأشوفكم الطريقة مال اللف مالتها، هي ترى كلش بسيطة. وشوف العجينة لونها وخفيتها كلش حلوة صارت. هنا جبت العجينة وراح أفرش النوتيلا عليها، وأحط عليها الحلقات الموز، انتو حسب تحبون بيها موز لو تحبون هيجي وتطبقوها. وإلها طريقة أكثر، يعني أنا لفيتها لفة عادية وخليت لها حشيت لها يعني الموز مثل ما تشوفون. وهنا أنا خلصت والشكل هيك صار مالتها، كلش طعمها كان طيب. وهنا احنا راح نزيد 20 كيلو لأن ماكو حركة، يابا خلنا نطلع هذا يصيح لا هذا يصيح هسه، فقاعدين بالبيت وبس ناكل ونشرب. هنا قالت راح نقلي ويا العشاء حضرناه، قالت راح اقلي وياه بوتيتا طماطة، قلت لها لا عافية كل شي ما نريد، خذرينا بس الشاي وناكل قمر. وهي وهنا أنا ما وقف الطباخ، جاء عود جهال بالليل الساعة 3 بالليل فرادة وأندومي، فقمت سويت لهم أندومي لأن ما أكلوا القمر. أكو أطفال يحبون وأكو ما يحبون، أكلوا بس قريب وها هي. فهنا إن شاء الله اليوم الروتين كلش عجبكم. إذا تعجبكم هيجي فيديوهات اكتبولي وإن شاء الله أنزل لكم إياهن. اللي ما مشترك بالقناة يشترك، واللي مشترك يحط اللايك عمود يوصل أكثر عدد. ومع السلامة.